المهم السلام عليكم، ديديكاس اي واحد مشاهد ناش عليكم السلام. راه ماشي تقرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعينا الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نقدم لكم فيه تواريخ إجراء الامتحانات الإشهادية برسم السنة الدراسية 2024-2025، سواء المحلية، الإقليمية، الجهوية والوطنية، لكل من الأسلاك الثلاثة: التعليم الابتدائي، التعليم الثانوي الإعدادي، والتعليم الثانوي التأهيلي. وبالنسبة لمصدر المعلومات اللي غادي نقدم لكم، فهي مأخوذة من المقرر الخاص بتنظيم السنة الدراسية 2024-2025 اللي صدرته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. فبالنسبة للتعليم الابتدائي، الامتحان الموحد المحلي اللي تيكون على صعيد المؤسسة واللي تيكون في الدورة الأولى غادي يكون أيام 15 و 16 يناير 2025. بالنسبة للدورة الثانية، الامتحان الموحد الإقليمي اللي تيكون على الصعيد الإقليمي غادي يكون ما بين 16 و 18 يونيو 2025. والآن نمروا للتعليم الثانوي الإعدادي، وهنا كنخص التاسعة، ثالثة إعدادي. الامتحان الموحد المحلي اللي تيكون على صعيد المؤسسة غادي يكون يومي 15 و 16 يناير 2025. هذا الشيء طبعا في الدورة الأولى. فيما يخص الدورة الثانية اللي تيكون فيها الامتحان الموحد الجهوي اللي تيكون على صعيد الجهة غادي يكون يومي 17 و 18 يونيو. فيما يخص السلك الثانوي التأهيلي، هنا غادي نتكلم على السنة الأولى بكالوريا والسنة الثانية بكالوريا. فيما يخص الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا، سواء المتمدرسين والأحرار جميع الشعب، الدورة العادية غادي تكون يومي 26 و 27 ماي 2025، والدورة الاستدراكية غادي تكون في 30 يونيو و 1 يوليوز 2025. فيما يخص الإعلان عن النتائج ديال الدورة الاستدراكية غادي يكون يوم 10 يوليوز 2025. فيما يخص الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا المتمدرسين والأحرار جميع الشعب، الدورة العادية غادي تكون من 29 ماي إلى 2 يونيو 2025، والإعلان عن النتائج غادي يكون يوم 14 يونيو 2025. فيما يخص الدورة الاستدراكية غادي تكون من 3 إلى 7 يوليوز 2025، والإعلان عن النتائج غادي يكون يوم 12 يوليوز 2025. وبهذا نكون وصلت لنهاية الفيديو. لهذا ما تنسوش الاشتراك وشي تعليق محفز ولايك لنستمر دائما في تقديم الجديد والمستجد، ونتمنى التوفيق للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.